السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخباركم إيه؟ يا رب تكونوا في أفضل حال. النهاردة الحلقة التانية من رمضان مع مروة. إن شاء الله أنا كلامي النهاردة للسيدة أو البنوتة. السيدات والبنوتات اجمعوا معايا هنا، أنا عاوزة أتكلم في موضوع مهم جدا 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 يخصكم، وهو قيمتك كأنثى. قيمتك كأنثى. كتير بقى من البنات أو السيدات بيشوفوا إن الأنثى دايما مظهر وشكل وكلام حلو وستايل ولبس بطريقة معينة وكلام بطريقة معينة. هي كده مش خالص. أحب أقول لكم إن الأنوثة أعمق من كده بكتير جدا جدا جدا، وبتحدد قيمتك كمان كأنثى. هي أنوثة ثابتة جدا جدا جدا، نابعة من إنك تكوني متصالحة من جوه وعارفة كويس قوي حدودك إيه وحدود الآخرين معاكي إيه. تمام. ومتخليكيش كمان إن انتي دايما تبقي جاية على نفسك وعلى حساب كرامتك علشان دايما ترضي الناس اللي حواليكي كلهم. حتى لو في راجل دايما في حياتك ما يحبكيش ان انت دايما تلحقيه ودايما تبرري له تصرفاتك وافعالك ودايما تشرحي له وتوضحي له. خالص الانوثه مش كده، وقيمه الانسان مش كده، ولازم يكون المعنى اعمق بكده بكتير قوي عند كل انثى. طبعا هنا انا بتكلم عن الرجل السوي، لان في طبعا كتير جدا جدا غير اسوياء. هنا لازم كل أنثى تتعلم إمتى تعطي، إمتى تمنع، إمتى تصمت، إمتى يكون لكلامها وزن، يبقى كلامها له وزن. وسكوتها هنا مش معناها تجاهل، بالعكس هي سكوتها قوة بعض الأحيان. فعشان خاطر كده لازم تتعلمي تكوني أنثى حقيقية، وازاي ان انتي تتصرفي تصرفات ترفع دايما قيمة عالية عندك، تعرفي ايه معنى القيمة العالية دايما وتتصرفي على اساسها. ولازم تتعلمي كويس جدا ان وجودك كأنثى وقيمتك ما بتتأثرش ابدا انه وجود شخص في حياتك او عدم وجود شخص في حياتك، او انه حد دايما يجي يقولك ويثني عليكي انتي قيمتك كبيرة، انتي مركزك عالي، انتي يقول كلمة حلوة في حقك. لا خالص، هي مش كده. هي قيمتك مستمدة من ربنا سبحانه الله وتعالى. يعني قيمتنا كلنا مستمدة من الله سبحانه وتعالى، ومدى تعلقنا بالله وقوة إيماننا هنا هو اللي بيحدد دايما قيمتنا. سبحان الله العظيم. ومن هنا احنا دايما ما بيهمناش او ما بيأثرش فينا فقد او بيأثر فينا او علينا غياب حد معين او شخص معين او وجوده. بالعكس لازم يكون دايما ثقتنا وإيماننا بالله سبحانه وتعالى هو اللي بيحدد بيننا وبين نفسنا معاييرنا وقيمتنا اللي هنتعامل بيها. طبعا بكل هدوء وأريحية وعدم ضغط، بيبقى كده بكل هدوء وأريحية. كمان إن التعلق بتاعك ما يكونش مرضي، ما يبقاش مرضي لشخص معين من كل الناس اللي حواليكي. ما تفقديش التوازن بتاعك لأي سبب من الأسباب. عاوزة يكون حضورك تقيل جدا وكلمتك ليها وزن ومحسوبة، يعني رزينة وهادية وتقيلة كده، مش بتصنع، لا هو بيبقى بكل أريحية وبهدوء، بس عشان خاطر ان انتي ليكي معايير وليكي قيم ومبادئ وقرب من ربنا وإيمان قوي هو اللي بيحركك. لازم تكوني أنثى ليكي حدود واضحة وصريحة. الحدود دي انتي حطاها علشان خاطر عارفة نفسك كويس قوي، وعارفة ايه اللي ممكن يضايقك وايه اللي ممكن يجي عليكي ويخليكي تنضغطي ويحصل لك احتراق داخلي، ممكن تنفجري مع اللي قدامك في اي وقت من الاوقات. ده يكون صحي جدا 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 ليكي كأنثى، وبيرفع قيمتك لدرجة كبيرة جدا، بحيث ان انتي لو انتي
جيتي على نفسك مرة واتنين وتلاتة وما حطيتيش لنفسك حدود وخليتيها مفتوحة، دايما الشخص اللي قدامك ايا كان ايه هو هيخليكي مستباحة، اللي اي حاجة ممكن تزعلك لا دي مش هتزعل، مش هتتضايق، يضغطك يجي عليكي لدرجة انه يحصل الانفجار. وخصوصا لو كان راجل في حياتك لازم يبقى فيه حدود صحية ولنفسك انتي علشان خاطر الحياة دي تستمر، وهو هيحس في نفس الوقت ان انتي حد عارف قيمته وتستحق ان تتحط في مكانة كبيرة وعالية وليكي قيمة كبيرة، ومن هنا يبدأ يحافظ عليكي اكتر كمان. وزي ما احنا متفقين هنا ان الحدود ديت هي مش علشان خاطر انه تبين قوتها او انها تبقى في تحدي او الند بالند، لا خالص. هنا في حدود هي بتحطها لنفسها بينها وبين نفسها عشان صحتها هي نفسيا، علشان هي عارفة كويس قوي ايه الحاجة اللي هي ممكن تتضايق منها، وايه الحاجة اللي ممكن تزعلها، او ايه الحاجة اللي ممكن تضغطها مرة في مرة في مرة فيحصل كارثة وانفجار. طبعا هيبقى في مشاكل كبيرة جدا جدا جدا. غاية الناس يا أصدقائي هي غاية لا تدرك. يعني دايما مهما حاولنا ان احنا نحافظ ونرضي كل اللي حوالينا، مستحيل انه نوصل لدرجة رضا كل الناس اللي حوالينا. علشان خاطر كده لازم نشوف احنا عاوزين ايه ومرتاحين لايه والصح ايه، وطبعا اللي ما يغضبش ربنا ايه ونعمله. طبعا هنا انا عاوزة اقول حاجة، ان الحدود دي طبعا ما تجيش بصوت عالي وغلط وبهدلة وعدم احترام، لا طبعا خالص. هي بتيجي بكل هدوء وبكل أريحية خالص، وبكل صوت هادي واحترام للشخص اللي قدامك ايا كان، انه لا انا ما بحبش حاجة زي كده، او لا. التعبير بمنتهى احترام عن احتياجاتك ومتطلباتك الداخلية، وخدي جنب شوفي ايه الدنيا، هل فعلا هو او هي او اي حد من الناس اللي حواليكي هيقدر حاجة زي كده وهيقدر وجودك وهيحترم الحدود دي، وبالتالي هيبقى شخص سوي، هيعرف يتعامل معاكي وهيفهم احتياجاتك ومتطلباتك، وهل هو هيلبيها او لا. خير لباها والشخص اللي معاكي وكان متفهم ومدرك كويس جدا لاحتياجاتك ومتطلباتك، طبعا بتكملوا مع بعض. غير كده لا خالص، مش هيلبي الاحتياجات دي، وهيبقى شخص عاوزك من غير شروط وله حياته. والمفروض ان انتي طبعا مش هيبقى ليكي اي اساس ولا اي وجود في الدنيا ديت من غير حاجة زي كده، فهتبعدي. قيمتك كأنثى دايما بتيجي من داخلك انتي، قيمتك من داخلك، تعبير عن كل حاجة انتي عارفاها عن نفسك وحاطة حدود ليها وعارفة ان هي ممكن تأذيكي. اولا دي تصالح كبير جدا مع النفس، وعارفة نفسك جواها انتي عاوزة ايه ومش عايزة ايه. حاجة كمان بتبقى شفاء من جروح قديمة حصلت، بمعنى انه طول ما البني ادم بيدور على الحب من بره يبقى هو عنده نقص في حاجة لازم عدى بيها قبل كده، فهو بيعوض ده في انه بيدور على الحب من بره، هو مش بداخله، هو مش في قيمته هو. بمعنى انه مثلا ندي مثال كده، انه شخص او بنت مثلا اتربت مع باباها ومامتها في بيت ما كانش فيه حب، فنقصها الحب ده في حياتها في مراحل معينة، ما خدتوش احتياج من الاحتياجات، ما خدتوش، فبتطلع تدور على الحب ده والاحتياج ده بره، وبتبقى متعلقة تعلق مرضي بالشخص اللي قدامها. مش بيبقى يعني هي مكتملة داخليا وهي مش ناقصها حاجة، لا هي بتدور على الحاجة اللي ناقصاها من جوه بره وعايزة تاخدها من بره، في حين ان ده لوحده فشل ذريع او
انه يوصلها انه هي تنهي اي علاقة هي داخلاها وهي ما بتبقاش عايزة كده. وطبعا المثال ده ينطبق على ولد او بنت. الاحتياج ممكن يكون ولد او بنت ناقصه احتياج، بس انا عشان كلامي للأنثى النهاردة والبنوتة فوجه كلامي للبنوتة للأنثى. فخلي بالك كويس جدا من الحاجات دي عشان هي مهمة جدا جدا جدا. في بنات كتير جدا او سيدات كتير جدا ما عندهمش العلم بحاجة زي كده، ما يعرفوهاش، وبالتالي فبيتصرفوا على اللي طلعوا عليه، وممكن يكونوا أصلا نشأوا وكبروا على حاجات كتير، معتقدات ومفاهيم غلط محتاجة تتصحح، زي مفهومنا عن الحب، مفهومنا عن الود، مفهومنا عن الأنوثة، مفهومنا عن حاجات كتير جدا 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 في حياتنا نشأوا عليها بطريقة ومعتقدات وأفكار وثقافات مش صحيحة، محتاجة تتعدل، محتاجة تتظبط علشان خاطر حياتهم تكون أحسن وأسهل وأيسر، ويعرفوا قيمة نفسهم وقيمة حياتهم اللي بيعيشوها. هنا دايما الشخص اللي داخل حياتنا هو شخص لازم يكون إضافة لينا، إحنا أشخاص مكتملين، مش ناقصنا حاجة الحمد لله. فبتحصل هنا يحصل فيه هدوء واتزان وتوازن وقيمة عالية، واحنا نبقى عارفين متطلباتنا ايه، والشخص اللي قدامنا كمان هيعرف ويحس بالحاجة دي من غير ما احنا نقول احنا قيمتنا عالية، احنا ومحتاجين نتكلم على نفسنا خالص. هي مش بالكلام، لا، ده بالشعور داخلي، وبالتالي بيطلع لبره، مش بناخده من الأشخاص اللي بره. فهنا الاستقلال والتوازن والثقة في النفس دايما بتدي قيمة عالية للإنسان، وبالذات اللي بيبقى فاهم وعارف وعنده العلم بكل حاجة تخصه هو ونفسه وداخله، ودايما بيحاول يفهم أكتر عن نفسه عشان خاطر يحط إيده على الحاجات اللي محتاجها داخليا، ويحاول ياخدها علشان خاطر ما يقدر يبقى بعد كده ما يدورش عليها بره او ياخدها من بره. ولما هتوصلي كأنثى او سيدة لنفس الحاجات اللي انا بتكلم عليها او للقيمة العالية ديت وكل اللي انا اتكلمت عليه ده، هتعرفي ان الأنثى اللي بالشكل ده أنثى قوية جدا جدا جدا، مهما عدت بتحديات ومشاكل في حياتها وحاجات كبيرة لازم تتحل، هتلاقي لها حل بمنتهى الهدوء والقوة والرزانة وحسن التصرف، من غير أي تعب ومن غير أي مشاكل معاها. كانت دي حلقتي التانية في رمضان مع مروة. كل سنة وانتم طيبين. مستنية تعليقاتكم، مستنية استفساراتكم، لو في أي حاجة مش واضحة أنا معاكم، ومبسوطة جدا إني معاكم، وإن شاء الله نتلاقى بكرة بألف خير.